السلام عليكم. خرج الهلال من المنافسة العالمية، خرج الهلال من دور الثمانية في كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة 32 فريق، يعني بطولة ثقيلة، مو زي النسخة الماضية ولا اللي قبلها 4 فرق. تخيل من 4 فرق اللي يفوز مباراة واحدة خلاص يصير وصيف كأس العالم. الحين لا، 32 فريق، يعني التوب دول العالم يخرجون في أو يتقابلون على نهائي كأس العالم. خرج الهلال، لكن ماذا بقي؟ المنافسة انتهت طبعا بالنسبة للهلال. بالنسبة للوداد المغربي، نتكلم عن الفرق العربية، بالنسبة للأهلي المصري، بالنسبة للعين الإماراتي، المنافسة انتهت بالنسبة لكل من خرج ما عدا الباقين. طبعا بكرة حيلعب فلومينسي مع تشيلسي، وبعد حيلعب النهائي المبكر، أنا أسميه نهائي مبكر، بين باريس وبين ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وبعدها يلعبون النهائي وباي باي لندن. خلصت الحدوتة كذا، طلع بطل كأس العالم. لكن السؤال، عندما خرج الهلال ماذا بقي لنا كسعوديين من المنافسة؟ هل خرجنا؟ هل ذهبنا مع خروج الهلال مباشرة من كأس العالم؟ لا، بقي الهلال يتصدر الصحف العالمية، بقي الدوري السعودي يتصدر الصحف العالمية، بقيت الرؤية السعودية 2030 تتصدر الصحف العالمية، بقي كل شيء احنا نبغاه أصلا من المنافسة والمشاركة. البطولة بحد ذاتها حاليا ما هي هدف، حاليا ما هي هدف. ليه؟ باقي 5 سنوات على نهاية الرؤية أو مستهدفات الرؤية. 5 سنوات، 2030 تنتهي الرؤية الأولى. طيب احنا نتكلم عن الرؤية الداخلية، ترى في رؤية خارجية بعدين أتفاهم معكم فيها، لكن بالنسبة للرؤية الداخلية باقي 5 سنوات. 5 سنوات وانت الآن تخرج من دور الثمانية في نهائيات كأس العالم للأندية، يعني بعد 2 الفريق الآخر اللي بيشارك ممكن يوصل دور الأربعة، احتمال، واحتمال يوصل النهائي أو النصف نهائي. ترى كل شيء وارد في كرة القدم، كل شيء وارد. لكن مع رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان كل شيء يتحقق. لو لاحظتوا كل شيء يتحقق، يعني ما كان في أحد في العالم كل لدرجة أن شركة المراهنات خسرت خسائر فادحة في مباراة الهلال مع المان سيتي. ما حد توقع أن الهلال يكسب المان سيتي بهذه الطريقة. يعني صح، أتكتل عند الباب، أدافع لين تنتهي المباراة وبعدين نلعب بلنتيات وفوز ضربات الحظ، لكن إني أنا أتقدم والمان يلحقني لين وصلت 4، ما حد توقعها ولا جت في خلد بني آدم، حتى الهلالية أنفسهم. ناهيك عن المان سيتي وعن دول أوروبا أو أندية أوروبا، ما حد توقع الشيء. الآن من فضل الله سبحانه وتعالى خرجنا بنتائج مذهلة. أول شيء نجاح الرؤية، وهذا اللي يهمني، نجاح فكرة سمو الأمير محمد بن سلمان ونجاح مشروع. أنا أجيب لك لعيبة في السعودية من ال5 ستار، من نجوم كرة القدم العالمية، عشان حاجتين. الأولى نبدأ نظهر بمظهر عظيم أثناء المشاركات الخارجية، وهذا اللي حصل. والشيء الثاني، اللاعب السعودي يستفيد من اللاعب الأجنبي اللي يجي عندنا في السعودية، يستفيد منه وراح يستفيد منه من خلال التمرينات، من خلال الجلوس معه، من خلال غرفة الملابس، من خلال